يعطيكم العافية صبايا، ويا رب تكونوا بصحة وعافية دوم. وصفتي لليوم إن شاء الله راح تكون عصيدة التمر. والعصيدة إلها كتير طرق، بتختلف من منطقة لمنطقة ومن بلد لبلد، حتى بتختلف طريقة تحضيرها من بيت لبيت. واليوم حبيت أقدم لكم إياها بأسهل طريقة وأسرع وقت، وعلى الأكيد بالنكهة والطعم الأصلي. والمكون الأساسي بهي الوصفة هو التمر. يلا بسم الله. لتحضير العصيدة بحتاج كوبين من التمر منزوع النوى، وفيكم تستخدموا أي نوع تمر متوفر عندكم، وبضيف عليهم كوبين من الماء الساخن، وبغطيهم بتركهم منقوعين مدة ساعة. ضروري اترك التمر منقوع مدة ساعة على الأقل. هلأ بعد ساعة باستخدام إما محضرة الطعام أو الهاند بلندر حسب المتوفر عندكم. وإذا مو متوفر عندكم الهاند بلندر أو محضرة الطعام، فيكم تستخدموا الخلاط الكهربائي. هلأ بطحنهم منيح. وهي اسهل طريقة لعمل العصيد. الطريقة الاصلية انكم تطحنوا التمر بايدكم بعدين تنزلوه على المصفاية، بس طبعا هالايام فيكم تستخدموا محضرة الطعام بيعطيكم نفس النتيجة. بضل اطحنهم لاحصل على هذا القوام. وهلا بنزلهم على المصفاية. اذا التمر عندكم من النوع الطري ما بيحتاج انكم تنزلوه على المصفاية، اما اذا في قشور او اي شي نزلوه افضل. بنزلهم على المصفاية باستخدام المعلقة بهي الطريقة. وهلأ حطيتهم بطنجرة ورفعتهم على النار، وحضيف عليهم كوب من الماء. والماء اللي ضفته هون ماء ساخن. بسم الله. هلأ بحركهم على نار متوسطة إلى هادية، ما كتير النار لازم تكون قوية حتى ما يحترق التمر معكم ويعطي الطعم المر. هلأ بضل حرك فيهم حتى يبلشوا يغلوا. وهي من الوصفات اللي بيعتمدوها كتير بأيام الشتوية والبرد، بتعطي دفى، وبيعتمدوها برمضان بتعطي طاقة. وهون ضفت رشة من الهيل اختياري، هي أصلا تضيفوا رشة من الفلفل الأسود المطحون. طبعا الإضافات والنكهات هذا ذوق شخصي. وضفت رشة من الملح لتعزيز النكهة. وحضيف كوبين من دقيق البر أو طحين البر، وبقلبهم على نار هادئة من 15 ل20 دقيقة حتى يستوي الطحين. وبالنسبة للقوام، إذا حسيتي كتير جمد معك وإنتي عم تقلبي قبل ما يستوي الطحين، فيك تضيفي شوية مي. وحضيف ملعقة كبيرة من السمن الحيواني. وهلأ بضل أقلب فيهم لأحصل على القوام المطلوب. والعصيدة فيكم تعملوها بمعجون التمر أو دبس التمر، حنزل لكم طريقتها إن شاء الله قريبا، وحنزل لكم إياها بالطريقة الأصلية. بس الطريقة الأصلية شوي متعبة، بتحتاج جهد ووقت أكتر، لهيك حبيت أقدم لكم إياها بالطريقة السهلة، بتتماشى مع الجيل الحديث، ما بتاخد منك وقت، وبتحصلي على نفس الطعم والنكهة. هلأ بضل أقلب فيهم. شايفين كيف بلش القوام يسمك معي؟ هلأ هيك قوامها تمام. سكبتها بصحن التقديم وزينتها بحبات التمر. وبالنسبة للنكهة الإضافية فيكم تضيفوا إما دبس التمر أو السمن البلدي حسب رغبتكم. وهيك كانت طريقة تقديمي لعصيدة التمر. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو. وصحتين وعافية.